مشاهدين شبكة سلام الإعلامية ومشاهدين برنامج قوارير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم في انطلاقة برنامج قوارير في حلته الجديدة، ولعله من الخير أن تتوافق هذه الانطلاقة مع بداية شهر رمضان الكريم، شهر الطاعات والبركات والعبادات، فكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وبلغنا الله وإياكم ليلة القدر. برنامج قوارير يهتم بشؤون المرأة والأسرة المسلمة على كافة الجوانب، الجانب الاجتماعي والجانب الأسري والزوجي والتربوي والنفسي وغيرها الكثير من الجوانب التي تهم الأسرة المسلمة. يخاطب النساء سواء كن ربات بيوت أو رائدات أعمال، متزوجات أو غير متزوجات، تقديم النصح والإرشاد لهم وتقديم يد العون في تخطي الأزمات وحل المشكلات من خلال مجموعة من المختصين والمستشارين في شتى المجالات. بإذن الله نسعد باستضافتهم معنا في برنامج قوارير وفي حلقاته المستمرة معكم بإذن الله تعالى. قوارير بيئة آمنة نسمع فيها آرائكم وتجاربكم الشخصية، وأكون سعيدة بتواجدي معكم في هذه النافذة. أنا ندى محمود. فعلى بركة الله نبدأ أولى حلقات قوارير اليوم تحت عنوان الفرق بين هدي السلف الصالح في رمضان ورمضاننا الآن، في الكثير من الجوانب: استقبالهم للشهر الكريم، فرحتهم بدخول شهر رمضان، كيف كان حالهم مع أسرهم وزوجاتهم وطاعتهم وعبادتهم، كيف حالهم مع أبنائهم، وكيف كانوا يعدوا موائد الإفطار في شهر رمضان الكريم، وأين نحن الآن من هذا الهدي. سنناقش الموضوع بإذن الله تعالى مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. أستاذة خديجة، أهلا ومرحبا بحضرتك، وكل عام وأنت بخير. الله يسعدك وأنت والمتابعين بخير وصحة وعافية، الحمد لله رب العالمين على تمام النعمة وبلوغ الشهر العظيم. الحمد لله، اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذة خديجة، السلف الصالح كانوا بيطلقوا على شهر رمضان الكريم بالمطهر. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: مرحبا بمطهرنا من الذنوب. كيف كان السلف الصالح بيستقبلوا الشهر الكريم ومدى فرحتهم بالشهر الكريم؟ وهل استقبالنا لشهر رمضان الكريم يتوافق ويتناسب مع هدي السلف الصالح في الاستقبال؟ طيب، استقبال السلف الصالح لرمضان يختلف تماما عن طريقتنا نحن في الاستقبال. كان السلف الصالح قبل قدوم شهر رمضان كان يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان العظيم، يبلغهم صيامه وقيامه والقيام بما فيه. وكان هذا الدعاء ليس دعاء فقط يعني بالكلام، إنما كان بالاستعداد النفسي. احنا جالسين اليوم نتكلم عن الاستعداد النفسي لدخول شهر رمضان العظيم، لأنه الإنسان يحتاج يستعد لمثل هذا الحدث العظيم استعداد نفسي حتى يقدر يستقبله ويستعمله ويستفيد من هذه الأيام الفضيلة بالطريقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى حتى يصل بإذن الله تعالى لليلة القدر. هم أساسا استعدادهم كان ليس لشهر رمضان فقط، إنما كان استعدادهم هو لليلة العظيمة اللي هي ليلة القدر. وهذا الاستعداد الأولي هو الذي يوصل الإنسان بإذن الله تعالى للنتيجة النهائية. أعتقد الناس أنه اليوم نحن بس ليلة القدر خلاص إذا وصلناها، إذا قدرنا حتى نحن نوصل لها فإحنا استفدنا من كل شيء فيها. أما الموضوع ما هو بهذا الشكل، يعني إحنا نقدر نضرب أبسط مثال في هذا الأمر. اليوم أنت لو عندك حدث مهم راح يصير بعد شهر شهرين، من الآن بتستعدي نفسيا وجسديا وعقليا وذهنيا وماديا للدخول فيه. فما بالك معناها الحالة الشعورية العالية التي سوف تكونين عليها. كذلك كان السلف الصالح، كان يكون دائما في حالة شعورية عالية قبل دخول رمضان. فما بالنا لما يدخل رمضان خلاص جاء الشهر العظيم، فيستفيدوا من كل لحظة فيه بالكيفية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يعرفوا أساسا أنهم حيدركوه العام المقبل ولا ما راح يدركوه. كان دائما لما يدخل رمضان يحمد الله سبحانه وتعالى على دخوله وبلوغه وتمامه. هل بيختلف الاستقبال، أو يعني دعينا من الاستقبال، يعني احنا الاستعداد، عفوا الاستقبال، احنا دلوقتي أصبح استقبالنا وفرحتنا بالشهر الكريم تختلف تماما يا أستاذة خديجة عن هديهم. طبعا احنا شوفنا مع حضرتك كيف كان استقبالهم. أين نحن من الاستقبال الصحيح، الاستقبال يعني يليق بالشهر الكريم؟ احنا استقبالنا الآن
نزين البيت وبنعد الطعام وما إلى ذلك من استعدادات. هل اختلف الاستعداد تماما؟ طبعا اختلف بشكل جذري جدا يعني، وهذا الاختلاف سببه ايش هو؟ اختلاف المفهوم، مفهوم شهر رمضان مفهومه عندنا اختلف تماما عن مفهوم السلف الصالح. نحن الآن صرنا بنستعد ونستقبل شهر رمضان استقبال ظاهري فقط بالأطعمة، ايش، أكلات رمضانية، زينة رمضانية، ملابس رمضانية، أجواء رمضانية، حتى نشعر أنه دخل علينا الشهر العظيم. السلف الصالح كانوا عكس تماما يعني، هم كانوا يعيشوا استعدادا النفسي والاستقبال النفسي قبل أن يدخل الشهر عليهم. وشهر رمضان هو شهر ليس للمظاهر يعني. احنا الإشكالية اللي صارت ان احنا تغيرت هذه المفاهيم بسبب دخول أفكار جديدة علينا وموضة جديدة علينا، فصرنا ننساق لها تحت أي ظرف وتحت أي مبرر. فالمعنى الحقيقي لشهر رمضان اختفى تماما عندنا وأصبح ما له هذاك الشعور يعني، بدليل أن اليوم لو ما أنت بتطبخي أكلات خاصة لرمضان لن يشعر الواحد أنه في شهر رمضان. معناها نحن صايرين الأمور المادية أو الأمور الخارجية هي اللي تخلينا نستشعر دخول الشهر العظيم علينا، بعكس أنه مثلا نستشعر نحن فضل هذا الشهر وعظم الأجر فيه وعظم الجزاء فيه وعظم اللي الله سبحانه وتعالى اختص به هذا الشهر، أصبح غير موجود عندنا. وهذا طبعا من الجهل اللي احنا مع الأسف الشديد اللي أصبح هو الغالب علينا وعلى سلوكياتنا. طب بما ان حضرتك اتكلمتي عن الأطعمة وعن الموائد وما شاء الله يعني السفرة اللي أصبحت بتتحضر خصيصا لشهر رمضان الكريم، أصبح رمضان ساحة للمباراة ما بين الأسر وبعضها، وهم بيعزموا بعض على شهر رمضان، فأسرة تعزم أخرى، فكل ست بيت يعني بتتنافس مع الأخرى في السفرة اللي هتقدمها. صحيح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، ولكن التطبيق العملي في شهر رمضان وإطعام الطعام، السلف كانوا بيقدموا إطعام الطعام على بعض العبادات. خلينا نقارن ما بين موائد السلف الصالح في رمضان وما بين موائدنا الآن في رمضاننا دلوقتي، وتنصحي بإيه يا أستاذة خديجة؟ طيب زمان في أيام السلف الصالح ما كانوا الناس كلهم على نفس المستوى المادي العالي جدا كما احنا اليوم. أفقر شخص هو في مستوى مادي عالي جدا بالنسبة للسلف الصالح ما كانوا عليه يعني. الناس كلهم زمان تركوا بلادهم وأموالهم وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستقروا في المدينة يعني، بدأوا بداية مادية جديدة تماما. فكان في أهل الصفة هم الفقراء تماما، الناس عايشين على الصدقات يعني. والكثير من البيوت حتى البيوت المغلقة كان بعض الأحيان الناس ما تأكل ولا تشرب، فكانوا يعينوا بعضهم لعلمهم أنه الناس أساسا تصوم طول النهار من الفجر إلى المغرب. فكان هذا العون البسيط المادي أو الإطعام هذا يتناسب مع حالة الشهر، الناس كلها في حالة صيام وانقطاع عن الطعام، فلما يجي على الأقل وقت المغرب يجد ما يأكله. وبإيش هم كانوا أجود ما يكونوا يعني؟ أجود ما يكون بما كان عندهم بالموجود يعني. الجود أساسا هو من الموجود. أيوة. واقعنا الآن نحن ما بنسوي هذا الشيء، حتى لو كنا غلفناه بأنه نحن قاعدين نطعم الصائمين، نحن بنطعم ناس أساسا عندهم زي ما بيقول يعني مكتفين ماديا ومكتفين حتى من ناحية الإطعام يعني. فما بيتحقق يعني الهدف الأساسي في الترابط واللحمة الإسلامية يعني في الأفراد. يعني المقصود إيش هو بالإطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم وكان أجود ما يكون في رمضان، والسلف الصالح حتى يحافظ على جسم المجتمع يعني. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الآن الواقع اللي بيصير هو عملية استهلاك يعني، حتى الإهلاك، إنه إطعام وعزايم ومفاخرة بالأكل يعني، ألهاكم التكاثر. أصبحنا نحن في هذا المستوى حقيقة يعني، وليس لطلب الأجر. والمفروض إنه شهر رمضان هو شهر للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل شيء، بكل شيء، ليس فقط بالصلاة والتراويح وقراءة القرآن، بكل شيء. لكن الموضوع أصبح الآن تنافسي على أمور الدنيا وأمور الظاهرة أكثر مما هو على الأمور الجوهرية اللي يتحقق من خلالها الأجر والفضل في شهر رمضان. ونيجي هنا النقطة مهمة. إذا كان الإطعام الصائم يتحقق في رمضان بالكيفية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، هو من أجل الاستعداد فقط للوصول لليلة العظيمة اللي هي ليلة القدر يعني. القربات هذه هي. نحن اللي بيصير عندنا هو إهلاك يعني،
يعني الإطعام والدعوات والعزائم والمنافسات. لو نيجي نوصل إحنا آخر الشهر العشر أواخر يكون الإنسان خلاص ما عاد عنده طاقة لأي شيء، فما بالك حتى أنه يركز لليلة القدر. فهنا إذا جملة يعني مفهوم الشهر العظيم نفسه كله وجوهره اختفى مع المظاهر السطحية المادية التي نعيشها مع الواقع الحالي للأسف الشديد. طيب أستاذة خديجة، بعض الأسر في شهر رمضان الكريم بتكون متفرقة، مش عشان متفرقة في مشاكل، ولكن تلاقي مثلا الأبناء طول الليل سهرانين وطول النهار نايمين. الأب مثلا ما بيجيش إلا قبل المغرب أو بعد المغرب بحاجة بسيطة. الأم مشغولة في المطبخ. بعد الفطار الولاد بينزلوا مع أصحابهم في سهر. يعني ما فيش جو في البيت فيه روحانيات وطاعات وعبادات إلا من رحم ربي طبعا، لأن في أسر متعودة أنها تجتمع على الطاعة. فخلينا نتكلم عن هدي السلف الصالح مع أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم في شهر رمضان الكريم، وبرضو أين نحن الآن مع أسرنا وأولادنا مقارنة بهدي السلف الصالح. طيب، إذا كنا اليوم نبغى نقارن السلف الصالح وما كانوا عليه في شهر رمضان مع ما نحن عليه اليوم، هو يأتي من خلال إدراكنا لعظم هذا الشهر. فكان هدفهم السلف الصالح أنهم يستغلوا كل أيام الشهر بالكيفية التي ترضي الله سبحانه وتعالى، واستغلالا لهذا الشهر العظيم. لأنه زي ما ذكرنا إحنا هم ما بيعيشوا ويقولوا مثلا أي تقصير إن شاء الله لما يجي رمضان العام القادم سوف أفعله. ما عندهم هذا المبدأ، عندهم مبدأ أنه دخل علي شهر رمضان فأحمد الله على دخولي وأستغله. كان هذا مفهوم الأسرة كلها ومفهوم المجتمع الإسلامي في زمن السلف الصالح. فكان الأبناء والزوجات والرجال والنساء يتنافسوا على هذا الشهر. طبعا هذه المنافسة معناها حتسقط الكثير من المهام الدنيوية التي للدنيا سوف تؤجلها. فعشان كذا كانوا متواجدين إما لقيام الليل، إما أنهم يساعدوا بعض في قيام الليل، إما في قراءة القرآن أو التذكير أو التنبيه أو الإيقاظ أو إلى آخره. كان الهدف واحد والوجهة واحدة. الآن الموضوع مختلف تمام. الآن موضوع شهر رمضان أصبح مختلف حتى في الأسرة الواحدة. مفهومه عند الأم مختلف عند الأب عند الأبناء. لذلك تلاقي الأم مشغولة في المطبخ والأب مشغول في أشغاله، وربما يكون ممكن الأب يعني يستغل الشهر لكنه ما يضغط مثلا على أبنائه ولا يعين زوجته ولا أنه مثلا يسوي برنامج ويلزم أهل بيته عليه. حتى استغلال ما حد بيسوي زي كذا، إنما كل واحد متروك على راحته. كذلك الأبناء يعني يقعدوا بعد الأكل ويخرجوا مع أصحابهم. خلاص صار شهر رمضان هو شهر إن إحنا نمضي فقط في الاجتماعات، في المتع، في اللهو أكثر من أي شهر في السنة. فتغير المفاهيم هذا أدى إلى تغير السلوكيات والأفكار والمشاعر تجاه هذا الشهر. هذا هو اللي يفرق بيننا وبينهم. إيش الهدف؟ كيف كان ينظر السلف الصالح لرمضان، وإيش كان الهدف تبعهم، كيف كان بيستعدوا، ونحن إيش الهدف تبعنا وإيش مفهومنا عن الشهر وكيف استعدادنا. هذه النقيضين اللي احنا قاعدين نشوفه هو اللي أدى لحالة الفوضى التي تحدث في شهر رمضان، مع أنه شهر رمضان لما يأتي بينظم الإنسان تماما من كل ناحية جدا، وبيفرغه يساعده على أشياء كثيرة جدا، إنجاز أشياء ما يقدر ينجزها في أي وقت غير في هذا الشهر. لكن نحن مع الأسف الشديد اللي بيصير معانا هو بالعكس. صار رمضان الشهر جميل لكنه مجهد تماما. فعلا مجهد. البعض بيطلع من رمضان بيقول أنا طالع مجهد نفسيا، عندي ديون، طالع من شهر رمضان مديون بسبب العزايم الكتير، طالع حالته النفسية مفروض انها تكون في حالة يعني روح المعنوية مرتفعة جدا. البعض بيكون لا بسبب بعض المشاكل اللي حصلت داخل الأسرة نتيجة لعدم اجتماعهم على الطاعة. الحقيقة أستاذة خديجة، السلف الصالح كانوا بيرددوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. وللأسف الشديد البعض وليس الكل طبعا، لأن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، بنجد مثلا بعض النساء بعض البنات مجتمعين مع بعض تحت عنوان أو بين هلالين كده بنسلي صيامنا. طب بنسلي صيامنا بإيه؟ بإن احنا بنقعد نتكلم فلانة راحت، فلانة انفصلت عن زوجها، ده فلانة بتقول كذا، جارتنا اللي فوق اشترت ايه جديد، وبالتالي بنبدأ نتكلم وبنجيب في سيرة الناس سواء بالخير أو للأسف الشديد البعض بيكون بالنميمة وبالغيبة، وتحت عنوان زي ما قلت احنا بنسلي صيامنا.
احنا فين من هدي السلف الصالح أصلا من استغلال شهر رمضان الكريم في كل خير، وإن ألسنتنا دي تكف عن الكذب أو عن الغيبة والنميمة؟ هو شوفي سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين. وسلسلة الشياطين يعني في معنى الحديث إيش معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أنها تربط كل الشياطين الكبيرة والعظيمة اللي تلهي الإنسان تشغله وتكون سبب في ارتكابه للمعاصي. طبعا مو معناها أنه سلسلة الشياطين أنه ما في شياطين، لا، في شياطين صغيرة. وهنا احنا نقول جهل الإنسان وعدم وضع الأولويات والأهداف له في شهر رمضان، يعتقد أنه شهر رمضان هو شهر للتسلية. هو شهر ليس للتسلية يعني. ومع الأسف الشديد لما يسلوا صيامهم الناس يسلوا صيامهم، الصيام نفسه يتسلى بالحسنات اللي بيجمعوها. طيب، فسبحان الله يعني الجراءة، نحن عندنا إشكالية في هذا الجانب، يعني أنه صار شهر رمضان شهر للجراءة تحت أي مسمى، سواء كان تسلية الصيام، سواء كان لقضاء الوقت، سواء كان للتشجيع إلى آخره. والمفروض أنه ما يصير زي كده. وهنا لما نيجي نقول ما يصير زي كده، لأنه الناس عندها جهل عظيم جدا بأغلب الأشياء أو الشعائر التعبدية في الإسلام، كيف هي تتم وإيش الهدف منها وكيف الواحد يستفيد منها شهر الصوم. الصيام معناها ليس الانقطاع عن الطعام والشراب، عشان كده الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ايش قال؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليش؟ لأنه الإنسان وهو صائم الناس ما بتشوفه أساسا، لا بتشوفه هو يطالع في المحرمات، لا هو بيأكل ورا الناس أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليه. فإذا امتنع الإنسان عن الطعام والشراب فليس لله حاجة في صيامه وشرابه إذا أطلق باقي الأعضاء، يعني لأنه الأصل أنه الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب، صح؟ لكن إيش معناه الطعام والشراب؟ فقط نأخذ المعنى الكبير، أن الإنسان يمتنع عن الملذات وعما يغضب الله سبحانه وتعالى ويلجم نفسه حتى يقهرها تسير بالكيفية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فهو شهر للتأديب والتربية وتهذيب النفس. لكن مع الأسف الشديد نحن بنشوف أنه في شهر رمضان بيصير في فوضى غريبة جدا، يمكن مو بس الجهل، كمان اللي هو سبحان الله المعدة بيت الداء والحمية خير دواء. المعدة وامتلاء الإنسان بالطعام وبالشهوات يخلي الإنسان يرتكب أو يتساهل في باقي من الأشياء، فيطلق البصر والسمع واللسان والكلام وإلى آخره كنتيجة حتمية. لأنه سبحان الله الإنسان يحترم الشهر أكثر كل ما كان صائما. لكن شوفي أنت الأدبيات هذه أو السلوكيات التي متى تظهر؟ بعد الإفطار، بعد الطعام يعني، وليس أثناء ما هو الإنسان صائم. فإذا نرجع نقول إنه عدم فهمنا إحنا حقيقة الشهر كيف نستفيد منه، هذه الإشكالية. وخاصة إنه شهر واحد يأتي، يعني شهر وحيد يأتي في السنة كلها، في 12 وأيام سنة معدودات كما وصف الله سبحانه وتعالى، هي أيام معدودات وبتعدي بسرعة. صحيح، وهي هذه الأيام المعدودات إذا الإنسان ما استفاد منها فهو لن يستفيد مما بقي من أي شهر في السنة، لأنه هذا هو الامتحان العظيم، وهو أعظم امتحان يخضع له الإنسان في حياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا يا رب، اللهم امين. استاذه خديجه، في بعض البلدان في حاجه بتتعمل تحت مسمى الخيام الرمضانيه او الساحات الرمضانيه زي ما بتتسمى في اي بلد، فتبقى عباره عن مكان يعني واسع في بقى الزينه الرمضانيه وفي الاغاني شغاله وكل حاجه خاصه برمضان، يعني من التراث، اغاني سواء زينه او جلسات او كده، بيبقى فيها مجتمع فيها بقى الشباب والبنات، بتبقى مختلطة طبعا. وطول الليل يعني من بعد الفطار هما بيفطروا فيها وبيفضلوا موجودين فيها من بعد الفطار لحد السحور يتسحروا فيها. دي الخيمة الرمضانية اللي بيقضوا فيها الليل كله. النهار بقى بيكونوا نايمين، ده ليلهم وده نهارهم عند البعض برضو، وبأكد كده النقطة دي انها بتكون عند البعض. خلينا نشوف بقى هدي السلف الصالح، ليلهم كان ايه ونهارهم كان على ايه. طيب، أصلا هذه فكرة الخيمة الرمضانية هي مفهوم يعني خارجي، ما هو من الإسلام، يعني جاء من كثير من المفاهيم الغربية أو غير الإسلامية ودخلت علينا. ولما دخلت هي ما دخلت بهذه الكيفية، هي ممكن دخلت إنه نجتمع للعبادة، لذكر الله، لقراءة القرآن، إلى آخره، يعني بدأت بشيء جيد يعني.
لكن طبعا مع التغييرات والتحولات في طريقة تفكير الناس وأفكارهم والأشياء الجديدة اللي تدخل عليهم، استحدثوا أشياء جديدة يعني، فأصبحت بالتدريج تغيرت، أصبحت للهو وللعب في رمضان. طبعا إيش الهدف من دخول هذا النوع من الأفكار علينا إحنا؟ حتى إشغال المسلمين فقط، أنهم ما يعظموا أي شهر يعني. السلف الصالح كان يقوم الليل للعبادة، وكان يقتسم الرجل مع زوجته وأبنائه، يقتسموا الليل، فيقوم الرجل في جزء من الليل ثم يوقظ زوجته تقوم باقي الجزء، ويقوم الأبناء، وهكذا يعني يتناوبوا على استغلال الليل في طاعة الله سبحانه وتعالى، في قراءة القرآن، في العبادة، في الصلاة، في الدعاء، ويستغل النهار أيضا في أمور الدنيا، في السعي لأمور الدنيا ومعيشتهم، ويستغلوا كمان في ذكر الله سبحانه وتعالى. مفهوم رمضان عند الناس اليوم يعتقدوا أنه هو أنت انقطع عن الدنيا تماما. إحنا مو انقطع عن الدنيا تماما، لكن رتب أولوياتك واستغل الشهر، ويمكن تأجيل أشياء كثيرة لما بعد رمضان يعني. زي ما نقول إحنا ما حبكت أنك أنت اليوم في رمضان تجمع كل شيء إلا الله إلا كده. فهذا كله اللي إحنا المظاهر اللي إحنا بنشوفها هو من عدم فهم الناس وإدراكهم لعظم هذا الشهر. يعتقدوا الناس أنهم حيدخلوا في حالة الانقطاع التام. هو ما انقطاع أبدا يعني، بالعكس هو توجيه كل الطاقة واستغلال كل الموجود لطاعة الله سبحانه وتعالى، واستغلال 30 يوم. هي أيام معدودات، سوف تمضي شئنا أم أبينا. عدم الاستغلال هذا هو اللي بيخلي الناس تقول لك رمضان دخل بسرعة وخرج بسرعة. رمضان ما حسناش بيه، ما دخل بسرعة، هو ما حسينا فيه ولا نحس فيه، لأنه أساسا ما استعدينا له، فطبيعي للأسف يعني. الشديد. لكن طيب أخيرا وسريعا أستاذة خديجة، قبل الختام، احنا لسه في بداية شهر رمضان الكريم، حتى لا يضيع منا لا قدر الله. لم يضع خطة إلى الآن مسبقة طبعا لدخول شهر رمضان وكيفية استغلاله، بماذا تنصحيه الآن؟ يعني بعض الناس خلاص دخل رمضان فبيقول يعني أنا ضاع مني رمضان لأني ما استعدتش قبل كده لشهر الكريم وما حطتش خطة مناسبة للعبادات والطاعات. تقولي له إيه؟ رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللي يروح عليه من أيام رمضان وما وضع خطة وبدأ يستدرك، فالله سبحانه وتعالى يجزل الأجر. العبرة بالقادم وليس بما مضى. خلاص اللي راح، لكن الآن ما تبقى من رمضان الواحد يستغل ويحسن إليه، ويتعامل مع شهر رمضان أنه هو آخر شهر له الآن في الدنيا سوف يعيشه. شوفي المفهوم هذا بيعدل تماما طريقة نظر إنسان لهذا الشهر. ما تبقى من أيام رمضان هو ما تبقى من عمرك أيها الإنسان. إذا كان هذا وما تبقى من عمرك، كيف تبغى تستغله؟ إذا جت هذه الفكرة لحالها أو التساؤل هذا بشكل نفسي عميق جدا عند الإنسان، راح تلاقيه تلقائيا حيقدم الأهم فالمهم فالأقل أهمية، لأنه خلاص ما بقي من عمرك إلا كما بقي من أيام رمضان. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا ويعيننا على استغلال أيام الشهر الفضيل بما يحب ويرضى. آمين يا رب العالمين. بشكر حضرتك في نهاية الحلقة الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش، على تواجدك معنا. ومرة أخرى كل عام وحضرتك بألف خير، وطبعا كل عام ومشاهدين شبكة سلام الإعلامية، مشاهدين برنامج قوارير، بألف خير وصحة، وربنا يعيننا جميعا على الصيام والقيام، ويبلغنا وإياكم ليلة القدر يا رب العالمين. وصلنا إلى نهاية حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.